الآن قبل أن أقدم السيد ميثم، خل أستمع إلى الأخ السوري إشكاله على الثورة الحسينية المباركة أو تعليقه، ثم بعد ذلك نأتي إلى سماحة السيد ميثم المسلم. تفضل أخونا السوري. هل عائشة معصومة؟ هل عائشة ايش فيها؟ هل عائشة معصومة؟ لا احنا موضوعنا الحسين عليه السلام، الله يرحم والديك. أنا عندي سؤال بس غير الحسين. لا أنا أسألك سؤال. يزيد والحسين عليه السلام، أنت مع الحسين ولا مع يزيد؟ أكيد إحنا نحب الطرفين، نحب الحسين ونحب يزيد. أنت تحب الطرفين، تحب زين الحسين. احنا بكتبنا يزيد ما هو اللي قتل الحسين عليه السلام. فبالنسبه لنا الحسين من اهل البيت، يعني بحبه من حب يزيد. يعني انت تحب يزيد وتحب الحسين؟ اكيد، اثنين صحابه واثنين. تفضل سيدنا، يقول لك انا احب يزيد واحب الحسين. سلام الله على الحسين. اللهم صل على الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم. كيف تجمع بين حب الحسين عليه السلام وبين حب؟ لحظة أخونا الحسين خرج على من؟ وغير هيك يا أخوي. ليش أخوي سوري لحظة، نقطة يا سوري يا حبيبي. طيب بس أنت تقول أحب الحسين، خرج على من؟ خرج من أجل الصلح. ومن المفسد؟ ما قتلوه أهل الكوفة. الآن خرج من أجل الإصلاح، المفسد من؟ ممكن يا الله، من الهروب من الأسئلة يا ابن عمي يا حبيبي. بس سؤال قبل أن تسأل تجاوب السؤال واسأل. جاوب السؤال. لا عندك أنت قلت يزيد تحبه، أنت قلت أحب يزيد وأحب الحسين. الحسين لما خرج مين كان القائد مال إمامكم في ذلك الوقت؟ مين إمامك؟ عبد الله. قل له خرج عبيد الله بن زياد. ماشي عبيد الله بن زياد. ماشي ابو سلطان، اسمح لي، الله يرضى عليك ابو سلطان، خلينا ندير الحلقه. اخونا السوري، من كان الامام في ذلك الوقت؟ يا خالي ممكن بس سؤال يعني ما عندك جواب؟ كلكم ما عندكم جواب. ما عندي جواب، بس ممكن سؤال بس. يلا اسال. ليش الحسين فقط هو اللي تمجد من بين 6 اخوان من اولاد علي بن ابي طالب اللي انقتلوا؟ بس الحسين هو اللي يتمجد بس. هذا اشكال. الله اكبر، والله اشكالك على الله وعلى الرسول. لان انا لما قرات كتبكم وجدت ان النبي صلى الله عليه واله بل جبرائيل عليه السلام اخذ فقط من تربه الحسين وشمها. فليش الان راح انا اصير سوري مثلك؟ اسمعني من اصير سوري. يا جبرائيل، لماذا تشم فقط تربة الحسين دون الخلق جميعا؟ يا جبرائيل، هل أنت مخطئ يا جبرائيل؟ يا الله، لماذا ترسل جبرائيل ويشم تربة الحسين ولا يشم تربة أخرى يا الله؟ لماذا توقعنا في الخطأ يا الله؟ طبعا هذا على مبناهم، مو تقطعوها. يا رسول الله، لماذا تخص الحسين بالبكاء وما رأيناك تخرج أشعث أغبر يا رسول الله إلا على الحسين؟ لماذا أنت يا رسول الله متحيز للحسين وفي كتبنا نحن السنة يا رسول الله؟ لماذا؟ فإحنا السنة عندنا إشكال على الله وإشكال على جبرائيل. نحن السنة نشكل على الله وعلى جبرائيل وعلى النبي. يا أخوي، هو النبي سوى هذا الفعل وإحنا مشينا مع النبي. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ماذا فعل النبي فعلنا. صح ولا لا سيدنا؟ تفضل. أحسنتم حجين العزيز. أخونا العزيز، أنت الآن كيف تجمع بين حب الحسين وهو إمام من أئمة أهل البيت وبين حب ناصبي مبغض لأهل البيت؟ أئمتك صرحوا بأن يزيد بن معاوية كان ناصبيا فظا غليظا يتناول المسكر ويفعل المنكر. هل تعلم أن جيش يزيد بن معاوية
استباح المدينة 3 أيام فقتل 700 من وجوه المهاجرين والأنصار و10,000 من عامة الناس، وأقل عدد ذكر إنه حملت 800 امرأة لا يعرف لمولودها أب من ذلك الجيش. هل تعلم أن خيل هذا الجيش بالت وراثت في المسجد النبوي؟ هل تعلم أن جيش يزيد بن معاوية عليه لعنة الله ضرب الكعبة بالمنجنيق فأحرقها؟ تعلم بهذه الجرائم؟ هذا الرجل مع الحسين عليه السلام بدون إشارة. هذا الرجل وحب الحسين بحوار منطقي ومحترم. أما انك تسيء لا، ما نسمح لك. نعم، يقول لك ما نسمح لك تسيء للصحابة. لحظة. أي صحابة؟ هل يزيد صحابي؟ هل يزيد صحابي؟ محمد هل يزيد بن معاوية صحابي؟ محمد معصوم. سيدنا يقول لك لا تسيء لأن يحبون يزيد. سيدنا ليش تسيء إلى يزيد؟ يعني الآن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، هاي على الشاشة أمامكم يا مشاهدين. هؤلاء أنا أريد الأخ يغرد يقول أساءوا ليزيد بن معاوية، أساءوا للصحابة. لا يا لجنة شيعية سيد حتى نفهم. شيعية. هذه اللجنة برئاسة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية. هذه فتاوى اللجنة. نعم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والكتاب عندي موجود. هذا السؤال: إن كثيرا من أتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟ الكلام طويل جدا، أخذ من عنده موضع الشاهد اللي يتكلم عن يزيد ابن معاوية. يقول ما هذا نصه، اسمعوا أخوان المشاهدين. يقول: أما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط إلى آخر الكلام. وأما بالنسبة لترك المحبة، هذا السطر الثالث قبل الأخير، وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. فسق وظلم في ماذا؟ في أمر الحسين وأمر أهل الحرة، إلى أن يقول في آخر الصفحة. شوفوا أخوان الأعزاء، في آخر الصفحة هذا الكلام الذي ذكره، إنه فسق وظلم. طيب، وماذا؟ ظلم في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. ويقول: ومحبة هؤلاء الأشخاص هذا النوع ليست مشروعة. لا يشرع لك أن تحب يزيد بن معاوية لأنه فاسق ظالم. سمعت؟ ظالم، قتل 700 من المهاجرين والأنصار يا رجل، وتقول أحبه؟ محمد اوكي، ما كان في شيء هذا. والله لن يسألك عن الاشياء ابو مصطفى تفضل اللي تسويها الان. الله لن يسألك. نعم، دقيقة. أبو معاوية وسب الصحابة. وليد هذا وليد اسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول؟ من أخاف أهل المدينة، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني. يقول: من أخاف أهل المدينة فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يزيد لم يكتفي بإخافتهم، بل استباح المدينة. أي والله. وقتل أهلها، وجابت خيله في مسجد النبي حتى ضاقت وضالت. يلا، هذا قول النبي. ذات السنة اتبعوا هذا اللي قاله علي العراقي. يلا، انتم مو تقولون سنة. النبي يقول لعنة الله عليه، هذا اللي أخاف المدينة. ويزيد مش أخاف. لا، أبو سلطان، يزيد أبو سلطان، خليني تسمح لي أروح. اسمع له حاج وعد. نعم حاج وعد، بس مداخلة على سؤالك بداية الحلقة أرجوك. بس لحظة، خلي يتكلم الأخ وأعطيك أبو سلطان.